بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. علاقتنا بأبنائنا تعد من أهم العلاقات اللي لابد إن احنا نحرص عليها ونحرص على توطيدها، وإنها تكون علاقة جميلة فيها من الحب ومن الأمان ومن الإنصات ما يكفي لنمو العلاقة دي بشكل صحي وبشكل طبيعي. مستشار التربية دايما بيتكلموا عن العلاقة ما بين الآباء وما بين الأبناء، وبيقولوا إن لغة الحوار هي أقصر الطرق لتعزيز ثقة الأبناء في محيطهم الأسري. واتكلموا كمان عن لغة الحوار وقالوا إنها بتزرع الألفة ما بين الأبناء وما بين أبائهم، وبتحقق التواصل الإيجابي ما بينهم. طيب، ده هيخلي في حاجة مهمة جدا على الآباء والأمهات إن هم يعملوها، وهي حسن الإنصات لولادهم. ودي نقطة كتير من الآباء والأمهات بيغفلوا عنها وهم بيتكلموا مع أولادهم، ما عندهمش حسن إنصات ليهم. يكون الولد أو البنت بيتكلم ويبقى الأب أو الأم مشغولين بأي حاجة في إيديهم، أو بيبصوا في الموبايل، أو مش منتبهين ليهم أصلا، فبالتالي ما بيكونش فيه حسن إنصات ولا اهتمام. فمستشار التربية بيقولوا لابد إن انت وانت بتكلمه تحسن الإنصات له، تنظر في عينه مباشرة عشان يشعر باهتمامك بيه وباهتمامك بكلامه وإنه له قيمة عندك. طيب، تنمية شخصية الأبناء بتعتمد كمان فيها جزء كبير على تعاملاتنا معاهم، إنصاتنا ليهم ولمشاكلهم ولطلباتهم. وبكده احنا هنعلم ولادنا ان هم يحسنوا الانصات لينا احنا الاول كاباء وامهات، وللاخرين بره يقدروا يسمعوا كويس ويقدروا يحكموا على المواقف كويس ويعرفوا يردوا بطريقة كويسة فيها من الأدب ومن اللباقة ومن الفهم. ده كله ناتج عن حسن الإنصات اللي هو أخده من أبوه وأمه. حلقتنا النهاردة بإذن الله تعالى هتتكلم عن الكوتشنج الأمومي أو المرافقة الأمومية. بعض الناس هتكون بتسمع المصطلح ده لأول مرة، ولكن احنا هنشرحه بالتفصيل النهاردة. وهنشوف ايه هي المرافقة الأمومية وعلاقتها بحسن الإنصات للأبناء مع ضيفتنا الأستاذة أمال عبد القادر، مدربة التنمية البشرية واللايف كوتش في التخطيط الشخصي وتطوير الذات. سلام عليكم أستاذة أمال، وأهلا ومرحبا بيكي معانا في قوارير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذة ندى وبمتابعاتك ومتابعات برنامج قوارير. يا أهلا ومرحبا بيكي. الحقيقة موضوعنا النهاردة من الموضوعات المهمة جدا جدا، وكتير من الأمهات والآباء بيفتقدوا للأسف الشديد حسن الإنصات لأبنائهم. خلينا الأول نعرف المشاهدين بمصطلح الكوتشنج الأمومي أو المرافقة الأمومية، لأنه هيكون مصطلح جديد شوية على كتير مننا. مزبوط. أول شيء خلينا الأمومة، نتكلم عن الأمومة عشان نقدر نوضح إيش هو الكوتشنج. ليه إحنا مدخلين كلمة الكوتشنج أو مصطلح الكوتشنج على الأمومة؟ الأمومة هي طبعا الدور الاجتماعي الذي تقوم به الأم كوالدة ومربية. هي اللي بتقوم بالرعاية وبالعناية وبتوجيه الطفل ودعمه ومساندته والحفاظ على أمنه واستقراره وتعزيز نموه الشخصي والعقلي والعلمي والعاطفي. تمام. هذه الأشياء يعني هي الرعاية واهتمام في نفس الوقت. طيب، وتنمية مهارات وما إلى ذلك. فالرعاية الشيء اللي كل الأمهات بيعملوه غالبا، اللي هو التنظيف، الطبيخ، الأكل، الشرب، مكان النوم. بالضبط، والتدريب والحاجات هذه اللي هي الأمور اليومية اللي بنعملها. طيب، الكوتشنج أعمق شوية. المرافقة مرافقة أمومية، يعني إنك مش إنه الأم تقوم بدور الأم العادي اللي هو الواجبات والمهام والمسؤوليات اللي عليها. مو بس كده، لا، تكون مرافقة للطفل. تكون زي مو صداقة، حتى أعمق شوية، مفهوم أعمق. تكون هو نهج تربوي يركز على
بناء علاقة صحية وداعمة بين الأم وطفلها. يعني توجيه، وهنا إحنا نحب نوجه الأمهات إنه يكونوا مو بس أم داعمة فقط، لا، داعمة، مرشدة، موجهة، شخصيتها قوية، توقف مع أبنائها، وتطور مهاراتهم في التواصل الفعال، ابتداء بالتواصل بينها وبين الأطفال، ومن ثم تنمية مهارات التواصل هذه في الأطفال أنفسهم، بحيث أنه يقدروا يتواصلوا بشكل فعال مع العالم الخارجي. نعم. تمام. طيب قبل ما أتكلم عن فوائد المرافقة الأمومية، أنا عايزة أتكلم عن الأدوات الأول، لأن حضرتك ذكرتي إن لابد إن الأم ما تكونش داعمة فقط، لا، لابد إن هي تطور مهاراتهم وبعض الأمور اللي سردتيها. أعتقد إن كتير من الأمهات هتقول أنا ما عنديش الملكات دي كلها أو المهارات دي كلها، فبالتالي أنا محتاجة أدوات تكون متوفرة معايا علشان أكون المرافقة الأمومية الصحيحة أو الكوتشنج الأمومي. فقوليلي إيه الأدوات اللي المفروض تساعدنا إحنا كأمهات علشان نحسن الإنصات لأبنائنا، نكون داعمين لأبنائنا بالقدر الكافي؟ صحيح. أول شيء طبعا الأم نفسها. يعني شو أنا بحب أشتغل مع السيدات أنفسهم، لأني أنا عارفة أنه إذا الأم قدرت أنها تشتغل على نفسها وتطور مهارات التواصل عندها، فبالتالي هذا الشيء حينعكس على علاقتها مع أبنائها، مع الوقت حينعكس على تطور مهارات الأبناء أنفسهم مع الآخرين. طيب، أول الأدوات هي تطوير مهارات التواصل بشكل بسيط. تطوير مهارات التواصل بينها وبين أبنائها؟ أيوة، بينها وبين أهلها، بينها وبين صحباتها، بينها وبين مهارات التواصل بشكل أبنائها. عام، يعني هي وبينها وبين أي حد، وبالتالي بالزبط. هتتطور مع ولادها. بالضبط. تمام. فهي لو اتدربت إنها تطور من مهارات التواصل عندها، زي ما حضرتك ذكرتي في البداية، اللي هو الاستماع الفعال، الإنصات، شايفة، استخدام لغة الجسد، استخدام تعبيرات الوجه، يعني إنه أيوة أنا فاهمة عليك، ترديد نفس الكلام اللي بيقوله الشخص. لما بيجي مثلا أحد يشتكي، يعني قصدك أنت إنك حاسة بكده وكده، عارفة، تسمعي بحيث إنك تعيشي الإحساس الشخص اللي قاعد يكلمك. كلمة أنا حاسة بيك أو أنا حاسة بيكي، الكلمة دي بيبقى ليها وقع كبير قوي عليهم. بالضبط، وتكون مرافقة لتعابير وجه ولغة جسد، يعني مو بس أيوة أنا حاسة فيك فعلا، يعني كده بلا مبالاة، لا، لازم تكون مرافقة لتعابير الوجه ولغة الجسد، حتى يتعزز التواصل الفعال فعلا. يعني يتعزز التواصل الغير لفظي اللي هو الجسد والعيون، نظرات العيون زي ما حضرتك ذكرتي أول، قلتي إنه تنظر للشخص، اللي هو لغة وتعبيرات الوجه. وجهي ما يكون نفسه هو في كل الأوقات، لا، يعني في تعبيرات معينة لازم أوريها للشخص عشان أبين له إنه أنا فاهمة عليه وحاسة بالكلام اللي هو بيقوله. مجرد ما عملت الخطوة الأولى هذه، يعني حيكون الشخص الآخر منفتح للاستماع إلي، يعني خلاص حيكون مطمن، يعني أوكي، طالما هي فاهمة علي وحاسة بيا وعارفة أنا إيش قاعد أقول، فحتفهم. هيفتح قلبه معايا وهيتكلم وهيقول لي على اللي مضايقه، اللي مزعله، هو متضايق مني أنا شخصيا في إيه، فأنا هفتح له المجال بالطريقة دي. بالضبط. وهنا لما أفتح المجال لازم أظهر الاهتمام والثقة المتبادلة، يعني أي شيء أنا أسمعه ما أحكم، يعني ما أصدر الأحكام مباشرة، لازم أعطيه وقته في إنه يقول الشخص، مثلا خلينا مع الطفل مثلا، إنه يقول الكلام اللي هو يبغاه، أسمع له بصبر بتفهم. أحيانا كثيرة يكون الطفل قاعد يعيد نفس الكلام، فأخليه يعيد نفس الكلام. يعني أحيانا ممكن تحسي طفل يعني مو قادر يعبر بأسلوب صحيح، فبيقول نفس الكلام ويعيد نفس الجملة، يعيد فخليه يعيد ويكرر ويقول الكلام اللي هو يبغاه. في بعض الأمهات بتتخنق، تقول خلصني خلصني، انت هتعيد وتزيد في نفس الكلام، في الإعادة إفادة يعني، وهتعيد خلصني يا ابني، خنقتني.
انت كده قفلتي خلاص، خلاص ما عادش قفلتي هيكلمني انت تاني بقى. بالضبط. خلاص هو حيتدرب على انك مش حتسمعيه في كل مرة حيجيكي، امم. فبالتالي لما يوصل لعمر معين مش حيجيكي خلاص، بعد كده ما حيجيكي، بعدين يعني خلاص انت فقدتيه. بسبب ايش؟ بسبب عدم التواصل الفعال، لانك ما تواصلتي معه، ما اعطيتيه مجاله، ما بالظبط. سمعتي له. نعم. ف وللأسف أنا كده بخليه يلجأ لغيري، لأن غيري ممكن يكون بيسمعه كويس وعنده حسن إنصات. أيا كان بقى مين غيري ده، حد كويس أو حد مش كويس، فبالتالي أنا بسيبه وبفتح له المجال لبره وبقفل المجال عندي. بالضبط، ما هم زينا. احنا مثلا يعني انت كسيدة مثلا بتحتاج انك تفضفضي احيانا، ولو ما لقيتي الشخص اللي تفضفضي له كيف بتكوني حاسة؟ بتكوني متضايقة. امم. وبالذات إذا كان شخص أنت مثلا هو الشخص الوحيد اللي دائما بتحتاجي إنك تلجئي له، كل ما بتلجئي له ما بيعطيكي وجه، ما بيسمع لك. إيش اللي حيصير فيك؟ حتحبطي، حتعملي زي حاجز بينك وبين الشخص هذا، إنه خلاص أنا ليه بروح للشخص هذا دائما يعني وما بيسمع لي. نفس الشيء بيحصل مع الأطفال، فأنت قاعد تنشئيهم أو تكبريهم أو تنمي فيهم مفهوم إنه أنا مش حسمعك، فبالتالي ما تجيني، فما حيجيكي. فعلا. فهي يعني والآباء والأمهات هم اللي بيندموا بعد كده، يا ربي هي البنت ما بتكلمنيش ليه، ما هو ما بيجيش بالضبط. يكلمني ليه، رايح يكلم خاله أو عمه أو أيوة خالتها وأنا لأ. طب ما أنت كنتي صحيح. السبب في الأول، عملتي له حاجز أو نفور. بالضبط، هو هذا وللأسف هذا اللي قاعد يحصل. فلازم يعني واحدة من الأشياء المهمة حتى نعزز التواصل، مهارات التواصل في أنفسنا قبل أبنائنا. شو أنا قاعد أتكلم عن الأمهات، يعني أنا تركيزي مع الأمهات اليوم. إحنا عشان نعزز مهارات التواصل عندنا لازم، يعني واحدة من الأشياء المهمة هي إظهار الاهتمام والتقدير لأفكار الشخص الآخر، والصبر والتفهم تجاههم. يعني مو بس أنه فاهمة عليك حاسة، لا، أهتم بالفكرة. ممكن تكون الفكرة في نظري يعني مو مهمة، لكن أهتم بها لأنها في نظر الشخص اللي قاعد يكلمني مهمة. مم. فلما أعطيه المساحة بالاهتمام وبالتفهم ويشوف صبري، ويشوف لغة جسدي، ويشوف تعابير وجهي، كده أنا أصبحت مصدر ثقة للشخص الآخر. شايفة؟ ممتاز. فلو اتدربت أنا إنه صار عندي المهارة هذه في إني أكون مصدر ثقة للأشخاص اللي أنا أحبهم، فالأولى إني حأكون كده مع أبنائي. ولما يشوفوني أبنائي يتربوا على هذا الأساس، هم حيكونوا بهذا الشكل، حيكون عندهم مهارات التواصل عندهم عالية جدا. فعلا بالتأكيد. طيب احنا اتكلمنا عن الأدوات وعن المقصود، يا ترى ايه الفوائد اللي هتعود علينا احنا كآباء وأمهات، بالذات الأمهات، وعلى أولادنا من حسن الإنصات، ومن إن الأم تقدر فعلا تطبق المرافقة الأمومية بشكل مظبوط وبالأدوات اللي حضرتك قلتيها، ايه المردود أو العائد علينا؟ ممتاز، سؤال جميل. الآن لو أنا أصبح عندي مهارات التواصل عالية، طيب، وصار عند أبنائي برضو مهارات التواصل عالية لأني ربيتهم على كده، خلينا نقول كده. إيش السمة العامة اللي حتكون في البيت؟ إيش الجو العام اللي تتخيليه في البيت؟ حيكون في جو من الألفة والمودة والرحمة والاحترام المتبادل. والاحترام المتبادل بالظبط. والثقة بين أفراد الأسرة. وحيكون مم. في جو من يعني حيكون في مهارة إدارة العواطف. على فكرة ليش؟ ما حيكون في انفلات في العواطف في البيت، حيكون في كل الناس ضابطة عواطفها. ليه؟ لأنه حتقدر تتكلم عن مشاعرها كل ما احتاجت إنها تتكلم، وحتقدر تصيغها بالطريقة الصحيحة لأنها اتدربت أو تربت على صياغة المشاعر بالطريقة الصحيحة. حيكون إدارة العواطف سمة هامة غالبة في هذا البيت. يعني حيكون في نوع من الاتزان والتوازن وأسرة فيها حاضنة. علاقة، فيها يعني فيها ود ما بين الآباء والأمهات وما بين ولادهم. وده للأسف اللي بنفتقده في الآونة الأخيرة، إن الأسر وعلاقتهم بأبنائهم للأسف بقى فيها شيء من الغلظة. ده على الجانب الأسرة الضيقة، لكن على جانب المجتمع بقى لما يطلع بره هيبقى فعلا معروف إنه ولد أو بنت مؤدبين. الولد ده بيعرف يسمع،
ما بيقاطعش، حتى كمان الكبير بيعرف يحترم الكبير وبيسمعه، وبالتالي يقدر يرد ويكون فكرة عن الكلام اللي اتقاله ده، ما يكونش متسرع ويرد أي رد ممكن يندم عليه بعد كده. مظبوط، حيكون منضبط أخلاقيا وفكريا، حيكون منضبط مشاعريا، حيكون منضبط في التصرفات، تصرفاته كلها حتكون منضبطة، يعني ما حيكون في مفاجآت، يعني ما حيكون في هبات غضب، ما حيكون في نوبات حزن، ما حيكون في، يعني عارفة الأشياء الإكستريم اللي هي يعني للآخر، أو الأشياء الصعبة جدا، المشاعر القوية اللي بتظهر فجأة، هذه الأشياء ما حتكون موجودة. يعني حيكون في نوع من السلاسة، حيكون في تنظيم عالي وترتيب ويعني في الحياة عموما. يعني الشخص هذا يعني حيكون عارف إيش يبغى وكيف يوصل له، حيكون إنسان مخطط على فكرة. يعني الشخص اللي بيتربى على هذه المفاهيم حيكون عنده ملكة التخطيط وملكة وضع الاستراتيجيات، حيكون عنده وضوح للرؤى، حيعرف يوصل لأهدافه، حيعرف أهدافه، لأنه حيشتغل على أهدافه في جو هادئ، في جو مرحب وأسرة حاضنة، في جو متفهم. يعني حتتنمى عنده مهارات، حيكون من أحسن الناس، يعني حتى على المجال، في المجال الديني الاجتماعي. أعتقد كمان يا أستاذة أمال إنه هيكون عارف إمتى يتكلم وإمتى يسكت، وإيه الردود المناسبة اللي تترد، لأنه سمع كويس وأنصت كويس، فبالتالي عارف الرد المناسب هيكون إيه. بالضبط. الآن خلينا نشوف السياسيين مثلا، كبار السياسيين في العالم، إيش الغالب عليهم؟ إنهم بيسمعوا. طيب بغض النظر هل بينفذوا الشيء المطلوب منهم أو لا، هذا موضوع تاني. بالضبط، هم بيسمعوا لكن ما بيتكلموش كتير وما بينفذوش كتير. ما بيتكلموا كتير، بس بيسمعوا كويس وبيعطوك الاهتمام وقت الاستماع، وبيعطيك المساحة مثلا. بس في نفس الوقت طبعا التطبيق بعد كده طبعا يعود على الشخص، يعني بس التربية هذا النوع من التربية بيخليه إنسان قائد. الطفل حيكون في يوم من الأيام واحد من القادة، يعني حتلاقيه في منصب عالي، بيحبوه الناس اللي تحته، بيسمعوا له. ليش؟ لأنه هو بيديهم المساحة، بيسمع لهم. يعني واحدة من الأشياء اللي أذكرها، كان في عندنا مديرة، كل ما أجيها مثلا بأي شيء تترك كل شيء، حتى لو حاجة بسيطة، مثلا أقول لها أعمل لك، أنا هعمل قهوة معايا، أعمل لك معايا، مجرد بس إنه حاجة بسيطة، أو إنه أسألها في موضوع في الشغل، تترك كل شيء، هي مثلا متوجهة للجهاز كده، تترك كل شيء، تلتفت إلي التفاتة كاملة، يعني بالجسد كامل، وتخلي كل شيء في يدها، الدفتر، أي حاجة، وتلتفت بجسدها كاملا وتسمع. هذه الصفة أو هذه المهارة ما بتيجي فجأة، ما هي حاجة إنه أجبر نفسي عليها عشان أكون زي كده، لا، بتيجي شوية شوية، بالتدريج، بالتدرب، بالتعود، بالتفكير فيها. يعني لو أنا قاعدة أفكر في إنه أنا أبغى أنمي المهارة هذه، هأسعى إني أشتغل عليها شوية شوية. بالضبط. نعم. أنا كمان عايزة ألفت نظر بعض الأمهات اللي بتسمع الحلقة دي، هتقول يعني هتبدأ في جلد ذاتها، وأنا مش كويسة، أنا مش بسمع ولادي، وتبدأ يعني تزعل إنها ما بتعملش اللي اتقال في الحلقة. ولكن لا، أنا عايزة أقول لحضرتك إن كتير من الأمهات نظرا لضغوط الحياة اللي الجميع بيمر بيها، سواء الضغوط النفسية، الأحوال اللي حاصلة في البلدان كلها، سواء ضغوط مادية وما إلى ذلك، فهونا ما على نفسك برضو، بلاش جلد الذات. نبدأ من دلوقتي، لو احنا فعلا ما بنعملش ده وفي فجوة ما بيننا وبين أولادنا، نبدأ نرمم اللي فات ونبدأ نوطد اللي جاي. سريعا يا أستاذة أمال، لكل أم بتشوفنا دلوقتي حاسة بخيبة أمل، وإن أنا لا، أنا فاتني كتير قوي، أعمل إيه؟
أيوة حبيبتي، ابدأي بنفسك أول شيء، ابدأي بنفسك إنك شوية شوية تتدربي على المهارات هذه اللي قلنا عليها: حسن الاستماع والإنصات ولغة الجسد ولغة العيون والتعبير، تعابير الوجه، كل هذه الأشياء اللي سمعتيها اليوم ابدأي بيها شوية شوية. ابدأي مثلا بمناسبة، بحاجة بسيطة. مثلا لو جاتك بنتك أو ابنك، مثلا لو جاكي وإنتي في المطبخ طلب منك حاجة أو كلمك في شيء، ابدأي تدربي إنك تخلي كل شيء، توقفي كل حاجة وتلتفتي له وتجلسي معه تحت مثلا، أو تطالعي فيه وتقولي له إيش تبغى، كيف وليش، وهكذا. إذا أنت شايفة إنه لا، أنا حاخد من وقت الطبيخ، حاخد من وقت الشغل البيت، حاخد من كذا، إذا خصصي وقت معين بعد ما يرجعوا من المدرسة، بحيث إنك ما تعملي شيء، تقعدي معهم بس تسمعي لهم، تتكلمي معهم، اللي هو الكواليتي تايم. بعد يعني مثلا تكوني رتبتي نفسك بحيث إنك تخلقي هذا الوقت، تصرفي، شوفي إيش تقدري تسوي، اخلقي هذا الوقت واجلسي معاهم. مجرد إنك تتكلمي معاهم في أي حاجة، ابدأي أنت، اللي يمكن هم إذا مو متعودين إنهم يحكوا لك على يومياتهم، ابدأ أنت احكي عن يومياتك. مثلا جيبي موضوع شيق، مثلا اليوم حصل معايا كده وأنا بعمل كده مثلا، أو فلانة واحدة كلمتني في موضوع كده، تخيلوا إيش رأيكم، إيش أعمل طيب، وإيش نعمل، وهكذا أشركيهم في رأيهم. قد تلاحظي بعض النفور أو الجفاء في البداية. هو في تغير هيحصل بس تدريجي، هم هيبقوا يعني متفاجئين ومستغربين ماما، ولكن بالاستمرارية والتدريج الأمور هتبدأ تبقى كويسة. بالضبط، قلنا في البداية الصبر، اصبري يعني على المجهود اللي انت قاعد تبذليه، واحتسبي الله في هذا الموضوع، واحتسبي الأجر عند الله في هذا الموضوع. وكمان لا تنسي إنه ادعي لهم بإنه دائما ربنا يهديهم، يهدي سرهم، يسمعوا لك، تسمعي لهم، يقوي علاقتك بيهم، وهكذا. وإن شاء الله حتشوفي انت التحسن هذا لو استمريتي على المبدأ نفسه. تمام. أشكرك جدا في النهاية الأستاذة أمال عبد القادر، مدربة التنمية البشرية واللايف كوتش في التخطيط الشخصي وتطوير الذات. شكرا جزيلا على هذا الطرح المميز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أمهات صالحات، نقدر ننصت لأبنائنا وبناتنا، نحتضنهم ونكون إحنا العون والدعم ليهم، ونعينهم كمان إن هم يقدروا لو في داخلهم أي شيء يحكوا لنا إحنا، ما يطلعوش لأي حد بره يدعمهم، يكون إحنا الداعم الأول ليهم. ولابد إن إحنا نحسن الإنصات ليهم. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان دائما يحسن الإنصات لكل حد كان بيجي يتكلم معاه، ودائما كان ينظر في عين من يتحدث معه من اهتمامه وحرصه وتقديره للشخص اللي كان بيقعد يتكلم معاه. أشكركم في النهاية، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. خلصت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.